هزيمة قاسية للنادي الرياضي قسنطيني، رباعية لا شيء حسم بعد، لكن ما الذي حدث في هذه الجولة؟ كيف للنادي الرياضي قسنطيني أن ينهزم بهذه النتيجة التقريبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشيء الملاحظ أنه في هذا المستوى ولما تكون في دور نصف النهائي ممنوع أنك تقوم بالأخطاء اللي قمنا بها اليوم صراحة. أخطاء غير مفهومة اليوم اللي كلفتنا غاليا أمام فريق قوية فوق أرضية الميدان، ونعلم هذا جيدا. أظن كل شيء اللي قدمناه للاعبين وحضرناه طيلة أو قبيل هذه المباراة شفناه فوق أرضية الميدان، لكن الأخطاء الفردية يعني ولا واحد يقدر يتحكم فيها إلا اللاعب نفسه. نظن تسييرنا سيء في المباراة في بعض الفترات، ما كانتش لدينا الفرص اللي كانت تخلينا ممكن نرجع في المباراة. صحيح تسرعنا نوعا ما، تنرفزنا في بعض الأحيان، عديد من الكرات الضائعة في الأخير. صحيح أنه النهضة البركانية قوية صراحة، فريق قوي بلاعبين ممتازين. احنا حاولنا يعني عملنا كل شيء باش اليوم نحاول نوقف او نعمل بريك لقوه نهضه بركان. في الاخير احنا ممكن اخطانا في شيء ما ممكن ما ناش عارفين، ولكن في الاخير اخطاء كلفتنا غاليا اليوم، اخطاء بالجمله يعني صراحه صعب تداركها في مباراه العوده، يعني نكونوا صريحين صعب، ولكن هذه كره القدم. نحاول انه نقدم مباراة، نحاول نرجع في المباراة، وفي الأخير اللي يفوز نظن اليوم هنيئا لنهضة بركان على هذا على الفوز. ونحن نحاول أيضا أرد الاعتبار على الأقل في مباراة الذهاب. لا زالت هنالك جولة ثانية هنالك في قسنطينة، لكن أعتقد بأن العمل سيكون ربما على العامل الذهني من أجل تدارك وتجاوز هذه السقطة إن صح التعبير. صعب أنك تتجاوز هذا الانهزام اليوم، لأن الآمال صراحة كانت معلقة كثير اليوم في لاعبينا، ولكن في الأخير كما قلت ما هي إلا مباراة كرة قدم. اليوم كنا الأسوأ فوق أرضية الميدان صراحة، قمنا أخطاء عديدة وكثيرة في وسط الميدان وخصوصا في الدفاع، فردية كثيرة كلفتنا أهداف وخلت يعني نهضة بركان أن تتقدم في النتيجة. نحاول أنه نرفع معنويات، هي تحدي آخر يعني مباراة أخرى، تحدي آخر لنا وللاعبين. إن شاء الله نحاولوا أن نقدموا على الأقل الشيء اللي ننتظروه من اللاعبين. أول ردة فعل تكون إن شاء الله. بارك لك كوتش، شكرا.